الرحمن الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله المفروض بنستكمل شرح بحر الكامل، يعني التطبيق عليه، ولكن حبيت بس في عجاله اوضح الفرق بين بحر الوافر وبحر البسيط. بحر الوافر وبحر البسيط، فيمكن عشان ممكن يحصل خلط، ممكن يحصل لبس عند بعض الناس، فهنشوف ازاي ازاي لا يمكن يحصل خلط بين البحرين. تمام. بالنسبه للبحر الوافر، هو بحر من البحور الصافيه. بحر البحور الصافيه يعني ايه؟ يعتمد على تفعيله واحده. يعتمد على تفعيله. بحر البسيط بحر من البحور الممتزجه او المختلطه او المركبه او المزدوجه. كل دي اسامي، خاصه الثلاثه الاولانيين، المختلطه والمركبه والمختلطه، دي وردت في كتب العرب. المزدوجه دي انا ضفتها لان يعني هنشوف دلوقتي هتيجي ازاي. فاذا ده بحر صافي يعتمد على تفعيله واحده، وده بحر مزدوج يعتمد على تفعيلتين. طيب بحر الوافر تفعيلته سباعيه. يعني ايه تفعيلته سباعيه؟ يعني تفعيله واحده عباره عن 7 حركات وسكنات. 7 حركات وسكنات. طيب تفعيله بحر البسيط قلنا بيعتمد على التفعيلتين، مش تفعيله واحده، لانه مزدوج او مختلط او مركب او ممتزج. تمام؟ فاذا بيعتمد على تفعيلتين. التفعيله بتاعت بحر الوافر مفاعلته. تفعيله بحر البسيط التفعيلتين مستفعل فاعل. يبقى اذا تفعيله بحر الوافر مفاعلة. بالنسبه لبحر البسيط مستفعل فاعل. ان هنا ده البحر الصافي وده البحر المزدوج او المختلط او المركب. بالنسبه لبحر الوافر بحر لم يستعمل الا مقطوفا او مجزوءا. ما بيستعملش البحر ده غير المقطوف او مجزوء، ده الغالب عليه. لكن افرض ان حد استعمله تام، هل خطأ؟ لا مش خطأ، لان هو اصل البحر التفعيله تامه. مفاعلة. مقطوفه يعني ايه؟ بيخش على التفعيله حاجه اسمها القطع. القطع ده بحذف ساكن الوتد المجموع من اخر التفعيله وسكن المتحرك اللي قبله. باختصار يعني بحول الوتد المجموع اللي في اخر التفعيله بحوله الى سبب خفيف. اذا بدل ما هتبقى متفاعل، بدل ما هي مفاعله هتبقى ايه؟ مفاعل. تمام؟ نيجي بقى مجزوء. يستخدم البحر مجزوء. يعني ايه مجزوء؟ يعني يستعمل شطرتين، تفعيلتين في شطر، تفعيلتين في شطر تاني. بدل ما هو ثلاثي هيبقى رباعي، 2 و2، فعالة ومفاعلة. وكذلك بالنسبة للبحر البسيط يستخدم تام زي ما قلنا الشكل بتاعه، مستفعل فاعل، وفي نفس الشطر الثاني نفس الكلام. او مجزوء بحذف العروضه وبحذف الضرب. مستفعل فاعل. حذفت فاعل دي وحذفت فاعل دي. تمام؟ او بياتي حاجه اسمها مخلع البسيط، مستفعل فاعل. ودي بيخش على التفعيله في حاله الجزم، ويخش على مستفعل ويخش عليها اللهم صل على النبي الخبن، بحذف الثاني الساكن هتبقى مفاعله. ودخل عليها القطع هحذف ساكن الوتد وهسكن اللي قبله، هتبقى بدل ما مستفعل هتبقى ايه؟ تتحول الى مفاعل اللي هي فعول، بتساوي فعول. يبقى اذا مخلع بسيط يبقى مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل. ده بالنسبه لمخلع او المجهول. بيسموه بعض الكتب ويقولوا البسيط المجهول
فاذا قالوا البسيط المجهول يبقى هو تفعيلته هتبقى فعول. تمام. بالنسبه لاشكال البحر، له عروضتان وثلاثه اضرب. له عروضتان وثلاثه اضرب. يعني ايه عروضتان وثلاثه اضرب؟ يعني البحر بيتغير شكله في نهايه الشطر الاولاني في موضعين، وفي نهايه الشطر الثاني بيتغير 3 اشكال. ودي طبعا قلناها وممكن نبقى نقولها تاني، واما ان شاء الله المره الجايه هنشرح بحر البسيط هنوضح الكلام ده فيه وممكن نعالج عليه. بالنسبه لشكل بحر البسيط، له 3 اعاريض و6 اضرب. له 3 اعاريض و6 اضرب. قلنا 3 اعاريض يعني ايه؟ في نهايه الشطر الاولاني بياتي ب3 اشكال في نهايه الشطر الاولاني. 6 اضرب في نهايه الشطر الثاني بياتي ب6 اشكال. تمام. البحر بالنسبه للبحر الوافر بيبدا البحر بوتد زي ما شفنا كده مفاعلات. يبقى اذا هنا ابتدينا ايه؟ بوتد مجموعه وبعد كده فاصله صغرى. هنا بالنسبه للبحر البسيط بيبتدي، عشان كده هو اخف في النطق، بيبتدي بسبب خفيف، ومش سبب خفيف بس، لا ده بيجي وراه تاني سبب خفيف وبعدين وتد مجموع وبعدين سبب. دي الجزء بتاع نص الشطر الاولاني ونص الشطر الثاني زيه. يبقى اذا ده بيبتدي بوتد وده بيبتدي بسبب خفيف. عشان كده ده اخف بحر البسيط، اخف في النطق من بحر الوافر. يعني لما اقول ايه؟ مفاعلة ولا اقول مستفعل؟ مستفعل. نيجي بقى البحر هنا سداسي التفاعيل، بيعتمد على 6 تفاعيل 3 و3. هنا ثماني التفاعيل يعني بيعتمد على 4 و4 8. يبقى هنا البيت الشعري 6 مفاعلة، هنا 8 مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل 8. تمام. بالنسبة للشطر هنا الوحدات الوزنية بتاعته إما 6 أو 9. يعني ممكن اعتبرهم 6 وممكن اعتبرهم 9. ده بالنسبة لبحر الوافر. هنا الوحدات الوزنية بتاعت الشطر 10. طيب ازاي بقى 6 وازاي 10 وازاي 9؟ ده يجي ازاي 6 وازاي؟ لا ده هنا عندنا وتد مجموع وعندنا فاصلة صغرى. كويس؟ يبقى التفعيلة عبارة عن وحدتين وزنيتين. الشطر 3 تفاعيل في 2 اصبح 6 تفاعيل، 6 وحدات وزنيه في الشطر. 6 وحدات وزنيه في الشطر. طيب الفاصله الصغرى ديت عباره عن سبب تقيل زائد سبب خفيف. سبب تقيل زائد سبب خفيف. دول ال3 متحركات دول اسمهم فاصله صغرى. اذا عندنا هنا يبقى دي وحدة وزنية 2 3 وحدات وزنية في 3 تفاعيل ب9. يبقى الشطر هنا أصبح 9. ده إمتى؟ لو اعتبرنا الفاصلة الصغرى جزأناها لسبب تقيل وسبب خفيف. وبكده أعتقد الأمر واضح بالنسبة للفرق بين البحرين، الفرق الشكلي. اما في حاله التقطيع وكده فاحنا قطعنا، وان شاء الله هنقطع برضو على بحر الوافر عشان نوضح الكلام دوت، وهنقطع على بحر البسيط ان شاء الله في المحاضره اللي جايه باذن الله نشتغله. ولكن احنا النهارده المفروض معانا بحر كامل، فده باذن الله هنقطع على ده ونقطع على ده. لكن انا يعني وضحت من الناحيه الشكليه، من ناحيه الفروق الشكليه بين البحرين، ازاي ان لا يمكن ابدا ان هم يبقوا يختلطوا او يبقوا قريبين من بعض. لكن في بحور ممكن يحصل فيها تشابه او خلط، هنقولها عشان ما نطولش الفيديو، هنقولها في فيديو تاني دلوقتي.